السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في قناة ميسر وياسمين. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بالمشتركين جداد، يلا انضموا لقناتي، كنقول لكم مرحبا والف مرحبا. واللي باقي ما اشتركت في قناتي كنقول لك اشتركي وضغطي على جل الاشتراك وفعلي الجرس باش يبقى يوصلك كل جديد، وديروا لي اللايك كتشجيع القناة باش حتى انا نبقى نزيد نحط لكم فيديوهات جداد. واليوم بغيت نشارك معكم كاب كيك ساهل، يعني بمقادير بساط، والطريقة كتبقى مهمة في نجاح الكاب كيك، وغادي نعطيكم اسرار ديال الكاب كيك اللي غادي ينجح لكم على بركة الله. غادي نعطيكم المقادير. عندي هنا 4 البيضات، وعندي 2 كيسان ديال السكر حبيبات، يعني العبار بالكاس ديال العنبه، 2 كيسان ما عامرينش. عندي كاس ونص ديال الزيت. بالنسبه للحليب حتى هو كاس ونص. عندي هنا قبيصه الملح، وعندي هنا معلقه ديال الخل، اي خل عندكم، انا عندي غير الخل عادي. عندي هنا الحامض، يعني حامضه، غادي نستعمل القشور ديالها، وغادي ندير عصير حامضه. عندي هنايا بالنسبه للدقيق، عندي هنايا 4 الكيسان ديال الدقيق، يعني 400 غرام. العبار باش عبرت بهذا الكاس ديال العنبه. عندي هنا 3 الخمارات او 3 الاكياس ديال خميره الحلوه من فئه 100 غرام، الا عندكم ديال 7 غرام ماشي مشكل ديروها. وبالنسبه للتزيين نتوما كيبقى لكم الاختيار واللي متوفر عندكم. انا غادي نستعمل هاد الحبيبات ديال الشكلاط، يعني مصوباهم غير في الدار، يعني اللي غادي دير غير هاد الكميه، ما بغاتش زعما تجيب الحبيبات تاع الشكلاط، تستعمل غير هادو حسن. يعني من هاد، يعني احسن ليها ما تشري باكيه كدير 15 درهم، يعني غير درهم الشكلاط ولا 2 دراهم ديال الشكلاط كالا، يعني قاضيه غرض، يعني كتصوبوا بها حبيبات تاع الشكلاط وكتفرحوا بها الوليدات. خليكم مع الطريقه ديال كاب كيك، هي الطريقه كتبقى مهمه في نجاح كاب كيك. وكنتمنى تضغطوا على جل الاشتراك الا كنتو اول مره كتزوروا قناتي، وتشجعوني باللايك، وخليكم مع الطريقه. هنا كناخد كاس ديال مونينيكس، وانتوما بغيتو ديروا الطراب كتستعملوه. غادي ندير 4 البيضات، غادي نزيد قبيصه الملح، غادي ندير 2 كيسان ديال السكر، وغادي نخلي هاد السكر والبيض كيطرب مزيان حتى كيبان ليا الخليط بدا كيبيض. عاد كنزيد كاس ونص ديال الزيت، الزيت كنزيدها غير بالتدريج كي كتشوفوا. وكنزيد كاس ونص ديال الحليب. صافينا كناخد ديك الحامضه كنحك ليها قشور ديالها، يعني ما كنوصلش داك البيض، غير الصفر، يعني كناخد غير القشره الصفراء. صافي هنايا غادي نشد ديك حامضه وغادي نعصرها. هذه غير حامضه صغيره، الا كانت حامضه كبيره كديروا غير النصف ديال حامضه. صافينا غادي ناخد واحد الاناء، غادي نفرغ فيه داك الخليط، وغادي نكمل غير في الطراب اليدوي. هنا كنوريكم الكاس ديال الدقيق كيفاش عمرته، يعني ما كنعمرش حتى كيعمر مزيان، يعني كيشتو. هنا درت 2 كيسان وكنخلط. هنا غادي نزيد الكاس الثالث، عندي هنا الكاس الرابع، يعني خدات لي بالمجموع 4 الكيسان، يعني 400 غرام ديال الدقيق. والدقيق خاص بالحلويات، يعني النوعيه ممتازه. كنفضل انا اي حاجه بغيت نديرها في الكيكات
يعني كنستعمل ديما الدقيق الممتاز، يعني دقيق خاص بالحلويات. صافي هنا كملت. غادي نزيد دوك 3 الاكياس ديال خميره الحلوى. انا راه مفايته مغربله الدقيق عاوتاني غربلته، يعني مغربله الدقيق دابا 2 مرات. هنا كندير اخر حاجه هو داك القشور ديال الحامض ومعلقه ديال الخل وداك العصير ديال الحامض، يعني كنخليوهم حتى الاخر. صافي هنا بعد ما كملت غادي نغطيها وغادي نديرها في المجمد مده نص ساعه. هنا كنوريكم القوام ديالها، يعني ضروري هذا السر من الاسرار ديال نجاح الكب كيك انكم تخليوه يرتاح، يعني على الاقل كي قلت لكم نص ساعه في المجمد. صافي هنا غادي نغطيه وغادي ندخلها المجمد. هنا غنوريكم الطريقه، يعني كي درت الحبيبات ديال الشكلاط. يعني ذوبت الشكلاط كالا، كتذوبوا يعني الكميه اللي بغيتو نتوما وكديروها في يعني برا ولا شي ولا كورنيط، تصوبوا غير من داك القاعد ديال بابي كويسون وتبقاو ديروا بهم نقيطات، يعني بهذه الطريقه. ومع الجبار دغيا كيجمدوا في البلاصه ودغيا توجدوا حبيبات ديال الشكلاط ودغيا كتحيدوهم، يعني ما كياخذوش لكم شي مجهود الا استعملتوا هاد البابي كويسون دغيا، يعني كيساعد. صراحه كيساعد في الخدمه كي كتشوفوا الحبيبات ديال الشكلاط. وانا الشكلاط اللي استعملت كي قلت لكم نوعيه ديال كالا، يعني ما كنزيدش ليها الزيت، يعني كندير غير الشكلاط في حمام مائي صافي كنخليه يذوب بلا اضافات، يعني ما كندير ليه حتى شي اضافه. صافي كنخليه حتى كيذوب، كندير منه هاد النقيطات يعني الحبيبات ديال الشكلاط. يعني الناس اللي ما كيبغوش يشريو الشكلاط، هنا شعلت الفران من الفوق ومن التحت، فران ديال الغاز شعلته على عافيه مهيله وخليت الفران كيسخن. وهنا غادي نبدا نوجد كاب كيك. هنا خرجت داك الخليط كي كتشوفوا راه بارد. غادي نبدا نخلط قبل ما نكب كاب كيك في المول. هنا غادي نبقى ندير 2 معالق كبار كافيين ديال الخليط. يعني هاد المقادير اللي عطيتكم يعني كيخرجوا 24 حبه بالحساب. وكتفرحوا بهم الوليدات وقدو تحطوهم في الاعياد، يعني كاب كيك كيجي ناجح. وغنشارك معكم حتى الطياب ديال هاد كاب كيك في الفران، يعني ديال الضو او الكهرباء، يعني كيجي ناجح. هنا كنمسح المول من داك الزائد ديال الخليط. وتزين نتوما كيبقى لكم الاختيار الا بغيتو تخليهم بلا حبيبات ديال الشكلاط، يعني كيجيو رائعين غير بداك المذاق ديال الحامض، ولا ديروا لهم اللوز ايفيلي ولا كاوكاو ايفيلي، نتوما كيبقى لكم الاختيار. صافي هنا بعد ما كملت كي شفتوا كنخبط بالمول في سطح العمل. هنا دخلت الفران كطيب كي كتشوفوا، نفخو يعني كيجي كاب كيك ناجح. والسر ديالو هو ان الخليط خصو يرتاح، والفران كنشعلو عليه من الفوق ومن التحت
انا شاركت معكم الطياب في الفران ديال الغاز، وغادي نوريكم باقي كاب كيك في الفران ديال الضوء او الكهرباء. يعني كاب كيك كيجي ناجح، والسر ديالو انكم تخليو الخليط يرتاح في المجمد على الاقل نص ساعه. انا خليته نص ساعه. هنا بعد ما طاب كي كتشوفوا الحبيبات ديال الشوكولات كيبقاو يعني على الشكل ديالهم. هذا كيبقى غير تزيين. وشاركت معكم يعني الكاب كيك اللي درت. كنتمنى هاد الوصفه تعجبكم وتجربوها وتدعموا قناتي باللايك. وهذه هي الكميه اللي خرجت ليا 24 حبه ديال الكاب كيك. وكنتمنى غير تتبعوا المراحل وغادي تنجح لكم. هنا كنوريكم هنا في الفران ديال الضو، يعني درت كاب كيك كيجي ناجح وشاعله من الفوق ومن التحت. يعني اي وصفه كنجربها وكتنجح كنبغي نشاركها معكم في القناه. تبعوا غير المراحل. وانا هنا الفران ديال الضو يعني درتو على 180. بالنسبه للفران ديال الكاج كديروا العافيه مهيله. هنا غادي نقطع معكم واحد كاب كيك باش تشوفوا كي كيجي. صراحه كيجي رائع، وهاد الوصفه ولات معتمده عندي. يعني شوفوا كي كتجي رائعه. هنا كنقرب لكم الصوره باش تشوفوا كي كتجي. انا اللي عجبها الفيديو كنتمنى تضغط على جل الاشتراك ودير لايك للفيديو. وهنا وصلت معكم لنهاية الفيديو. مع السلامة إلى فيديو لاحق. وغادي نشارك معكم وصفات اللي غادي ينفعوكم رمضان إن شاء الله. مع السلامة.